الطاجن ده بقى انا هسميه طاجن القنبله. حاجه كده تنفع في العزومات في اول يوم رمضان. حاجه كده لذيذه وسهله وتدوب في البق، وسويناه من غير نقطه ميه. اجمد طاجن عكاوي هتدوقوه في حياتكم، والطعم ايه حكايه. وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. هجيب مكعب زبده هدهن بيه بس الطاسه كده. مش هحتاج زبده كتير لان اللحمه هتنزل السمنه اللي فيها. نقطه زيت بس صغيره كده علشان الزبده ما تتحرقش. وبعدين هنزل بالعكاوي، هديلها صدمه كده. هدي العكاوي صدمه كده على كل جنب. هقلب العكاوي لحد ما كلها تبدأ تاخد لون التحمير شوية، وبعدين 3 أو 4 دقايق وهقلبها على الوش التاني، وده علشان تاخد لون مميز. هبدأ أرفع العكاوي من الطاسة، وبعدين هجهز البصل، ولازم يكون بصل ابيض. هقطع البصل شرايح رفيعة خالص. احط حته زبده زياده، وبعدين هنزل بالبصل. هحتاج للبصل بقى اتبله شويه ملح، فلفل اسود، بابريكا، وسنه بهارات صغيره خالص، وربع كوبايه ميه. هقلب البصل والتوابل لحد ما كله يتغير لونه، واسيبه على نار هادية. الريحه مش قادر اوصفها، بجد ريحتها جامده جدا. واثناء ما البصل بيتكرمل هبدا اجهز بقيه المكونات اللي عندي. هجيب بتنجانيه، ابدا اقشر كده شرايح كده منها، وابدأ اقطع البتنجان مكعبات كبيرة شوية علشان تستحمل التسوية. هرش عليه بس شويه ملح، اقلب بس البتنجان بس كويس كده، وبعد كده هنزل بيه في الزيت على طول. واثناء ما البتنجان بيتقلى هبدا اقطع البطاطس، برضه هقطعها مكعبات، بس انتوا لو عايزين تقطعوها ترانشات مفيش اي مشكله. وبعدين ادي البصل بعد ما اتكرمل كده وبقى حلو جدا، ممكن انزل بالبطاطس، وبعدين هنزل بالبتنجان والطماطم. انزل بكل حاجه ونقلب كله مع بعض. الخلطه دي ريحتها جنان يا جماعه. نبدا بقى نجهز الطاجن. هنزل بجزء الاول في الارضيه كده، ننزل بقى في الارضيه كده. كل ده هينزل ميته، واللحمه كمان. ممكن اعملها طبقات، ممكن انزل بالبصل الاول، بعد كده انزل باللحمه، بعد كده انزل بالبطاطس والبتنجان، بعد كده انزل بالبصل تاني. طبعا الشكل اللي انتوا عايزين تعملوه او الترتيب اللي انتوا عايزينه مفيش اي مشكله. وانزل باللحمه. ابدأ بقى ارص اللحمة في قلب الطاجن، ارصهم كده جنب بعض. ادي بس رشه ملح خفيفه كده للحمه، وبعدين هنزل بباقي البصل والطماطم والبتنجان. الطاجن ده قنبله. وبس كده، هنقفله كويس وندخله الفرن على حراره 180 لمده ساعتين. نبدأ بقى نفتح ونشوف المفاجأة. بجد حاجة جنان، ريحتها ما حصلتش. بصوا كده، بصوا كده البهاريز عاملة ازاي، والدهون اللي نزلت في الأرضية ديت دهون من اللحمة. حاجة رهيبة. بصوا بقى كده، قرب لي بقى كده وشوف التفاصيل عامله ازاي. بص كده البطاطس ملبن. البتنجان بقى مع الطماطم وسخن شويه، مع بطاطس كمان. بسم الله. مزيكا دايبه في البق. طب نجيب بقى طبق عشان ايه نشوف اللحمه بتعمل ايه. ناخد بقى العكوايه دي. انا هحاول اقرب لكم كمان. تعالى بقى ايه نشوف اللحمه مستويه ولا لا. بص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الدوبان ده ايه الدوبان ده. حاجه ما حصلتش ومش هتحصل. طب يلا بينا ندوق. بسم الله. الله، جامده قوي قوي. بص كمان الحته دي. بص الحته دي عامله ازاي اهي. حاجه دوبان الدوبان. نلحقها بقى مع البطاطس. دايبه بجد رهيبه رهيبه. ممكن تتعمل باي نوع لحمه بس تكون بالعظم. يعني ممكن انا عملتها بالعكاوي، ممكن انتوا تعملوها بالشورت ريبس، لحمه بالعظم عاديه، بس اهم حاجه ان هي يكون
لحمة فيها عظم. لو هتعملوا بقى الطاجن ده يا ريت تكتبوا لي في التعليقات تاكلوه مع رز ولا بالعيش. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم طاجن العكاوي ده. اشوفكم في فيديو جديد. يلا بينا ناكل بقى لحسن انا خلاص جبت اخري.